هل فعلا محمد صلاح يستاهل ان هو يقعد على الدكه 3 ماتشات ورا بعض؟ هل هو السبب الوحيد في اللي الليفر وصل له دلوقتي؟ انتوا شايفين ايه؟ انا شايف ان الفريق كله مستواه واقع، شايف ان الصفقات الجديده كلها مش راكبه مع بعض، مش عارفين يندمجوا مع بعض ويلعبوا مع بعض. ده غير المشكله الكبيره ارن سلوت بيحط اي حد في اي حته. انا مش عارف دي فعلا عقليه مدرب ولا لا. المشكله ان محدش واخد باله من الكلام ده كله بيحمل صلاح المسؤوليه، وبالذات ارن سلوت. ارن سلوت عارف ان هو فشل في تدريب ليفربول، فقال لك اقعد صلاح على الدكه علشان احمله الفشل بتاع الفريق كله. بس انا شايف ان محمد صلاح ما يستحقش. مستواه تراجع، انا معاك انه مستواه تراجع، بس الفرقه كلها مستواها تراجع، مش محمد صلاح بس. ليه العنصريه اللي انتوا بتتعاملوا بيها؟ ليه يبقى كله يعني كارجر مثلا اللي هو جيمي كارجر دوت، ولا روني، ولا الناس اللي عماله تهاجمه؟ انتوا مين؟ انتوا عملتوا ايه؟ طب روني بيهاجمه عشان يطلع من الدوري الانجليزي علشان ما يكسرش الرقم بتاعه، بتهاجموه ليه؟ هو ده الدعم؟ طب ما هو فعلا على رايه هو طلع بتصريح ان هاري كين قعد فتره كبيره ما يجيبش جوان، ما حدش اتكلم ليه وقال لك مع الوقت هيرجع؟ ولا هو علشان في انجلترا فبيدعموه؟ فاحنا مالناش دعوه بالعنصريه. لو انت مصري وشايف ان محمد صلاح مستواه وحش او مستواه نزل، ده حاجه عاديه جدا وبتحصل في كل الفرق. ما نبقاش ان احنا كعرب ومصريين نيجي عليه. كفايه العنصريه اللي موجوده بره، كفايه في انجلترا بيعملوا ايه، احنا شايفين الراجل ده عمل ايه للنادي. يا جماعه اول ما راح الدوري الانجليزي كلنا كنا بنقول هيبقى صاحب موسم واحد. الراجل ده بقى كسر كل الارقام، فضل 7 سنين و8 سنين مستواه مش زي ما هو، ده بيعلى كل موسم عن اللي بعده في اقوى دوري في العالم. هل انسى 8 سنين علشان خاطر فتره محمد صلاح ما جابش فيها جوان وبتشيله هو المسؤوليه؟ طب هو لو مستواه تراجع نقول مستواه تراجع، كلاعب عالمي مثلا مستواه تراجع ما يجيبش جوان خالص، المشكله مش فيه هو، المشكله في الفريق، في ارن سلوت. في الفريق مش مندمج ومستنيين محمد صلاح هو اللي يحدث الفرق لوحده. يعني عاملين صفقات بنص مليار ومحمد صلاح هو اللي هيعمل الفرق لوحده. ودلوقتي كمان استبعدوه عن مباراه انتر علشان طلع بتصريحات، طلع الراجل زعلان مخنوق وعايز يتكلم يعبر عن اللي جواه. لما كان ساكت كان كله بيقول له انت ساكت ليه؟ ما تطلع تتكلم. لما طلع يتكلم خلاص عاقبوه، قعدوه على الدكه علشان ما يروحش الماتش معاهم. ولاجل حظ سلوت ان هو حظه حلو، ده صدفه. انا اتفرجت على الماتش والانتر كانت احسن من ليفربول بكتير جدا، وضربه جزاء جات لهم كده من الصدفه. والانتر انا بالنسبه لي ان هو كان يستحق ان هو يكسب الماتش ده. هو كل اللي عمله سلوت ان هو خلى فريق ليفربول بدل ما كان فريق قوي والاقوى فيه ان هو كان هجوميا، لا ده كان بيدافع، كان عايز ما يستقبلش جوان، كان عايز ياخد النقطه ومشيت معاه بالحظ وكده. بس محمد صلاح انا متوقع ان هو هيمشي من ليفربول، ساعتها بقى هنشوف الليفربول هيعمل ايه. ومن رايي ان هو ما يستمعش للناس دي، خليهم يقولوا زي ما هم عايزين يقولوا. كلنا الناس كتيره جدا كانت مستنيه ان محمد صلاح يبقى صاحب موسم واحد علشان كل يقول لك شفت انا كلامي صح، او لعب موسم واحد وريح. لا ده لعب موسم واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وسبعه وثمانيه، ودلوقتي ده خلاص يعني مريح شويه، مستواه مع الفرقه كلها ريحت. وانا رايي ان محمد صلاح مش هو السبب. وخليك فاكر الكلمه دي، محمد صلاح هيروح اي فرقه هيعمل فرق رهيب. هو كل اللي حصل ان سلوت بدل ما يصدر فشله ان هو صاحب الفشل، هو عايز يخلي محمد صلاح هو صاحب الفشل ده، او يقول لهم ان محمد صلاح هو اللي وقع النادي، او ليفربول ما بيكسبش بسبب محمد صلاح. هنشوف وهنتابع وهنعرف مين السبب. هل سلوت هو السبب؟ انا من رايي سلوت هو السبب وهيمشي قريب كمان. لان هو لو دلوقتي كسب بالصدفه مره وكسب مرتين بالصدفه، خلاص مش هتفضل الصدفه ماشيه معاك على طول، هيجي وقت عليك وتقع. لما خد الدوري هو كان مستلم دوري من يورجن كلوب، كان مستلم فريق كامل من يورجن كلوب. يورجن كلوب كان موظف كل واحد في مكانه، المدير السابق لليفربول، مستلم فريق جاهز من مدرب جامد وعالمي. فهو ما تعبش كتير. لما حب يعمل صفقات ما بقاش عارف يوظف ده فين واوظف ده يمين، ولا اعمل ده فين ولا اقعد ده، مش عارف. وطبعا ما بيطلعش الهولنديين، عشان طبعا المنتخب الهولندي المنتخب رقم واحد، يعني يسيب جاكبو، خرج جرافنبرغ، فان دايك، حتى لو بيعملوا غلطات هيسيبهم علشان خاطر المنتخب. وحتى الصفقات الجديده، حتى الصفقات الجديده اللي عملها برضه لازم يسيبها. واحد زي فيرتس، واحد زي ايزاك، الكتيكي، كل دول لازم يسيبهم علشان يقول لك انا صفقاتي كلها صح وكلها ناجحه في الفرقه. الغلطه الوحيده هي محمد صلاح، لازم يصدر الفشل على كده. واللي زعلني اكتر ان الماتش بتاع ليفربول الجماهير قعدت تقول ارن سلوت ارن سلوت. انتوا نسيتوا محمد صلاح؟ نسيتوا عمل ايه؟ نسيتوا كان لوحده كان ممكن يعمل ايه؟ محدش فكر ان هو يدعمه. يا خلاص ارن سلوت بقى هو كل حاجه، وهو كل الكلام كله بقى عنه هو. الناس كلها نسيت محمد صلاح اللي انتوا كنتوا بتغنوا باسمه، كان اسمه بيهز المدرجات واللي جاب لكم بطولات كانت غايبه عن النادي بقالها كتير. انا مش هقول هو لوحده اللي عمل كده، هو كان سبب اساسي
من ضمن الفريق، كان اقوى عنصر في الفريق، لان مفيش واحد بينجح لوحده، بس هو كان اكتر عنصر. نسيتوا كل ده؟ دلوقتي هو فاضل له الماتش اللي جاي مع برايتون، ما اعرفش بقى هيرضى يلعب ولا لا، بس انا من رايي ان هو بيودع الجماهير وخلاص هيمشي من ليفربول، وفرصته هتبقى قدام مصر وقدام منتخب مصر انه يلعب مع المنتخب ويحقق ارقام وياخد البطوله اللي غابت عنه، وان شاء الله هياخدها المره دي ويثبت للكل ان العيب مش فيه هو، واحنا كلنا شايفين كده، بس هو المدرب بيحاول يداري فشله مش اكتر، ومساله وقت صغير والمدرب دوت هيمشي. ودلوقتي انا عايز اعرف رايك، هل محمد صلاح يستمر في ليفربول ولا يمشي من ليفربول؟ طب لو هيمشي من ليفر يروح فين؟ يروح مانشستر يونايتد او فرقه في الدوري الانجليزي علشان يكمل تحطيم ارقام، ولا يطلع على باريس او الريال او برشلونه؟ انت شايف وجهه محمد صلاح بعد ليفربول هتبقى فين؟ الدوري السعودي ولا الانجليزي ولا الفرنسي ولا الالماني؟ استنى اعرف رايكم. وهل انت شايف ان محمد صلاح يستاهل يقعد على الدكه وهو السبب في الفشل اللي الفريق وصل له؟